اهلا بيكم. واسعار شقق الاسكان الاجتماعي، كلنا قاعدين منتظرين شقق الاسكان الاجتماعي. وفي الحلقه دي اقول لك الاسعار اللي صرح بيها رئاسه مجلس الوزراء ووزير الاسكان عن شقق الاسكان الاجتماعي الاخيره اللي هيتم الطرح عنها الاعلان القادم. واقول لك على حاجه مهمه جدا، بس نتمنى طبعا اللايك الجميل بتاعك وتابعنا لغايه اخر ثانيه، وده فيديو صغير جدا عشان خاطر كل الناس تعرف. صرح وزير الاسكان ان اسعار شقق الاسكان الاجتماعي بالنسبه لأدوار الأرضي وأدوار الأخير هتكون 450 ألف جنيه، وبالنسبة للأدوار المتكرر هتكون 490 ألف جنيه، وده مفاجأة للجميع. ليه؟ لأن الإعلان التكميل ال 16 كانت الشقة ب 500 ألف جنيه، فحضرتك تاخد القرار الشجاع ده، لأن هي كانت وقتها كان في أزمة كبيرة جدا يا جماعة في البلد في كل حاجة، وكان يعتبر البناء شبه متوقف، فكانوا هم حطوا تقدير كبير، وممكن هم كمان يخفضوا السعر على الإعلان ال 16، لأن مش طبيعي إن أنا أعمل إعلان ب 500 وإعلان تاني ب 490. ولكن في كلا الاحوال هو سعر كويس جدا وسعر مميز، وما بقاش في حاجه اسمها ب 500 الف جنيه شقه 90 متر كامله التشطيب، ما بقاش في الكلام ده، وده فعلا لمحدود الدخل. واحد يقول لي 500 الف، يا فندم روح دور كده في شقق الشوارع فيها 3 متر و4 متر وشوف الناس بيعرضوا الشقق بتاعتها بكام. حاجه تحرق الدم وحاجه تضايق وحاجه تزعل ان الناس تسيب شقق الاسكان الاجتماعي وتروح تقعد في هذه الحواري وهذه الازقه الضيقه جدا اللي غير صالحه للاستخدام الادمي تماما. انا اتمنى كل الناس اللي هي بتتابعنا تجهز المقدمات ومقدمات الحجز. كان اخر مقدم هو 28، متوقع يكمل يا 28 يا 27 يا 26 الف على حسب ما تقرر اداره الصندوق ويتم الاعلان عنه في خلال الايام القادمه. بس انت خلينا نفرض بقى بالزياده، جهز معاك 30 ألف جنيه لو انت عايز تقدم فيه شوية الاسكان الاجتماعي. طبعا الاقساط الربع سنوية دي خلينا نأجلها لغاية اما تيجي، هتكون في متوسط من 5 ل6. بس اللي انا يهمني واللي يهم كل الناس المقدم اللي انا اقدر احجز بيه ويبقى ليا دور ويبقى ليا حق في شقه. حضرتك من اول كام؟ اعمل حسابك كده، هي هتبقى من اول 27 او 26 او 28، بس اعمل حسابك في 30,000 عشان خاطر تبقى جاهز لاي اي حاجه، حتى ارتفاع بسيط كده يحصل. جهز معاك 30,000 30,000 جنيه. كل الناس اللي بتتابعنا تجهز الحاجات دي كلها، وبالتوفيق ان شاء الله. ويا رب كل اللي عايز شقه ليه او لابنه او لبنته او لحفيده او لحفيدته، وكل الناس تاخد شقه، وان شاء الله الدوله تقدر تلبي كل هذه الطلبات. 60,000 شقه فعيل عليكم. نشوفكم دايما بكل خير.